والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جوكرات؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وواحد الله في سرك وفعل زر الجرس، يعني اشترك في القناة يعني وحط لنا لايك. روق علينا كده زي ما هنروق عليك دلوقتي، نشرح لك حدث اللي عليه جه قبل ما ينزل. فيلا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة كمان نبدأ بالايقونات. معانا كاسياس، تشافي، سانشيز، لويس فيجو. كاسياس مبدئيا يعني احنا مش عايزين اصلا حد من الاربعه تقريبا يعني قوي. كاسياس طوله متر 85 سم، خازوق. تشافي ما بيعملش حاجه غير انه بيباص وبيدريبل. يعني يا طاقته كويسه، 4 مهاره يعني. بيس وشوط حنين شويه بس كويس، يعني يقضي الحال، بس هو مش احسن حاجه صح في السنتر ميد. تمام. عندنا الحاج سانشيز، الناس كلها بتشتم فيه ما عدا انا، مش عارف ليه هو بيبقى حلو معايا، بس انا شايف ليه الناس بتشتم فيه بتقول عليه وحش، مع انه بيبقى حلو معايا لو جربت له نسخه قبل كده. بس ماشي ماشي، بيشوط بشماله، رجله اليمين 4. كويس. عندنا لويس فيجو بيشوط بيمينه، مش محتاج كلام، ورايت وينج مش محتاج كلام. خلصت. عندنا بقى اللعيبه العاديه، جريزمان. في الاسترايكر مش احسن حاجه، بطيء. لوكا مودريتش، رافينيا. صلاح عمك رافينيا افضل لاعب في العالم رغم اللي حصل امبارح. ويليامز اللي منزلوه ليفت ميد، ما تسالنيش ليه، يعني لعبه مش سالكه من الاخر، يعني مش عايزين نقول حاجه، مش عايزين نغلط على القناه، نغلط بيننا وبين بعضنا. تمام. تمام. باقي اللعيبه اصلا تستحقش يعني تتقال اساميها. بس عندنا لعيبه تانية لسه هنظهر لكم في بعدين. عموما يعني انا بس عايز اجهزكم هنا لاكبر الخوازيق في التاريخ. عندنا ماركوس اسينسيو، برضو الونسو، اسطوره تشيلسي، البي ليفت باك يعني 102. تمام. الخوازيق اللي عايزين نجهزها لكم. آه شايفين الواد 102 كده هنا، ليفت ميد اسباني برضو زي ويليامز، بسم الله ما شاء الله. ده هيطلع لجميع انواع البشر وغير البشر، حاجه استغفر الله العظيم. والناس اللي بتشحن بقى وتفتح لها بكيت عاليه شويه بقى، 103 فيما فوق، 104 فيما فوق، او الواد ده مستنيهم برضه. ما تحلمش ان يجي لك ويليامز. افتح باك الموضوع من 105 بس عشان يجي لك ويليامز بالظبط بقى وقتها، مش هتستفيد بربع جنيه. فاهمين يعني وكده. بس اظن ويليامز برضه مع الواد حجي اللي هنجيله دلوقتي شويه كده، وهنجيله في النيون، نزل في لعيبه وسباتني برضه معانا، مع لعيبه تانية برضه في حارس الليجا بس مش ظاهرين في الصوره هنا. نازلين برضه، فالاثنين هيكونوا ثنائيه جامده لو بتلعب ليفت ميد ورايت ميد. تمام. نيجي لشرح الحدث، بس قبليها نيجي نخش نشوف واجهه اللعبه الجديده. واجهه عالميه حرفيا، الحمد لله. انا كنت مش عارف ايه ده، اتخيل انا هقعد ازاي في حدث نيوم بالواجهه بتاعته لمده شهر على الاقل، ولا حاجه، شهر واسبوع تقريبا. فالحمد لله ان عندنا الواجهه دي، يعني جريزمان، مودريتش، بدري، ويليامز، كوبو بقى، الناس الجميله الحلوه بتاعتنا دي. اه فيعني اظن الواجهه دلوقتي بقت احسن بكتير، عندها حدث اضافي بس حلو حلو. فمين بس طبعا ليها عيوب كتير وهنتكلم عليها في الوقت القريب جدا. تمام تمام. نبدا بقى في شرح الحدث، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بشرح الحدث. عندنا اول قسم طبعا زي ما قلنا لكم في 3 اقسام في الحدث: قسم الانترو والفولو لا ليجا، واللا ليجا هالف اوف فيم. عندنا اول قسم الانترو، عندنا حاجه ملهاش اي 30 في 60 لازمه اصلا. ده بيقول لي اشوف وكده يعني تيجي وفككم من ده. فاهمين؟ ده اللي كان جنب الكستر تايم اصلا، مش فارقه بينا، مش فارق لها بحاجه. في 5 اسابيع في الحدث، والحدث هيكون مدته 34 يوم و76 في يوم في نفس الوقت، هنقول لكم ليه كمان شويه. تمام. تعالوا نكمل. عندنا هنا ماتشات بقى وصور استادات لاصحاب الفرق دي يعني وكده، وشرح يعني يقول لك الفنانات اتاسست امتى والكلام ده، والكلام ملوش اي 30 لازمه اصلا. هنا مثلا عندنا ريال مدريد، عايز تاخد من تلعب الماتش بتاعه، تاخد 100 نقطه لا ليجا بوينت، ودي النقطه الوحيده في الحدث، هنشرح لكم بتعملوا بيها ايه دلوقتي. وتاخد شعار ريال مدريد، انا شايفه الصراحه حلو يعني، والكحل الغامق ده يعني حلو. يعني انا شايف لو انت بتلعب بنادي ريال مدريد تحط برضه الشعار ده، يعني فاهم؟ او باي نادي ولا شعار جامد، ونشوف برضه شعار باقي الفرق. عندنا هنا جايزه من الجوائز الثلاثه يعني، اللي على الشمال مش اللي هي بس اتنين، دي هتبقى 500 جوهر، كل جايزه تختلف عن الثانيه من الثلاث مهام. طبعا نشرحها من جوه الحدث يوم الخميس، ففعل زر الجرس كده يعني عشان يوصلك كل جديد. و100 نقطه لا ليجا، ونقاط التصريح النجم اللي هنجيلها كمان شويه. تمام تمام. وعندنا هنا ب 50 نقطه، ما لهاش اي 60 في 40 لازمه. 3 لعيبه من 65 ل 72 و10000 ل 50000 كويس. ما تدوا يا لهوي على البخل بتاعكم. بتكسفوا نفسكم ايه ده؟ ما يكملوش فكه مواصلات. اللعيبه بالكوينز ما يكملوش، ده انت لو عايز تحط كام لاعب كده في التدريب كده ما يستاهلوش. ده لو انت جايب كل النقاط بقى ترميها وخلاص كده برود. فاهم؟ ابو البخل بتاع اللعبه دي يا اخي. بعدها هنا بقى عندنا تصريح النجم اللي ب 10000 جوهره. تمام، يعني حرفيا تصريح نجم. يعني انا احييكم انه عملتوه ب 10000 جوهره، بس في مشكله صغيره، انا مش بنصح اي حد انه يشحنه، ولا انا هشحنه، او مش بتشحن، هو بجواهر اصلا. فاهمين؟ يعني ده ب 10000 جوهره.
يعني جيمس مش هيديك حاجه عدله في عيشتك، يا دوب شويه لعيبه يعملوا لك تحويل 50 نقطه بالعافيه، اللي هو اصلا ما فيش نقاط. اللعبه مش حاطه لنا لعيبه تتبدل بنقاط، مش حاطه الميزه دي، مش عارف مش حاطاها ليه، يا ريت يعني ما يستمروش على كده يعني، عشان دي ميزه وحشه جدا. يعني اللعيبه اللي احنا هناخدها كلها من الحدث ما يستاهلش نفتح اللي نفتح في مليون احسن. يعني انا هفتح بس مره واحده ولا حاجه ليكوا برده كده، عشان اللعبه معاكم جامده جدا الصراحه، عايز اجربها. يعني ورانا اهو في الفيديو انطوان اللعبه عامله ازاي، فهي عالميه. بس من ناحيه الجواز في التصريح هنا مفيش اف سي بوينت برضو، يعني هو يا دوب شويه ماسكرونه بس على كام لعيبه ملهمش لازمه يعني. حرفيا يعني ناس بتشحن بس، ممكن بس تعملوا برود كده وخلاص عشان ماسكرونه مش اكتر، انما الحدث ما يستاهلش اي حاجه اصلا. عموما يعني عندنا برضو القسم التاني فولو لا ليجا. تمام، ده فكوا كده من الاول ده عندنا ماتشات اللي هي هتتلعب كل اسبوع. هيكون عندنا 4 ماتشات منهم نلعب يعني من الماتشات كلها نلعب فيهم. تمام، ماتشات برشلونه واتلتيكو والريال هيكونوا موجودين دايما. بس هم حاليا بس عشان هم ماتشين يعني، عشان برشلونه واتلتيكو هيلعبوا بعض. فعندنا اولا ريال مدريد وفياريال نلعب الماتش، برشلونه اتلتيكو مدريد نلعب الماتش، ريال سوسيداد وفايكانو نلعب الماتش، ريال بيتيس وليجانيس هنلعب الماتش برضو. وعلى كل ماتش هناخد يعني على حسب هتلعب على اي مستوى، يعني كده كلنا بنلعب على مستوى 100 هناخد 100 نقطه يعني. فعموما بقى دي الجوائز اللي عندنا الثلاثه. انت خدت ال5 ماتشات، هينزل 4 ماتشات كل اسبوع، يعني عامله زي كده القسم اللي عند بتاع التوتو ده. تمام، مش التوتو. تمام، ما زال موجود على فكره عادي. ده هتاخد 400 نقطه لا ليجا، وانا اقول لكم برضه هنستعملها في ايه. ده لازم تختم 5 و3 مسارات لازم تختم 9، وبركه من 102 ل 105. يا سلام عليكم بجد والله. 13 يعني 102 ل 105. انا لو جالي 105 هستفاد بابو شكله ايه يعني؟ يعني في غيري ماشي هيستفاد، بس مش هيجي له برضه 105. يعني ابو برضه مش هيجي له 105، ما دي المشكله. يعني مبدئيا بص، هم اصلا جايين يقفونا في لازم نختم في 4 اسابيع. ليه؟ قول لي ليه؟ لان بص عامله لك 5 ماتشات وانت عندك 4 في الاسبوع، لازم تستنى اسبوع بقى تلعب الاسبوع ده اللي بعده. تبقى 8 ماتشات وخدت اول جايزه، لا فاضل لك واحده عشان تاخد ال3 ماسكارون، لازم تستنى اسبوع كمان. يعني لعبت الاسبوع كمان 12 نقطه خدت الماسكارون، بس لسه فاضل لك واحده على ال 102 ل 105. حرفيا عاملين اعداد فرديه يعني، حاجه من الاخر يعني، ذل وقرف. يعني لعبه خوازيق، انا بسميها فيفا خوازيق عادي. نيجي للقسم اللي بعده برضو. آم، لا قبل ما نيجي للقسم اللي بعده، نيجي بقى عند اهم حاجه في الحدث، واللي انا لحد الان ما اعرفش ايه اهميتها. لسه هحاول اشرحها لكم. هنا هيقول لنا يعني اختار مين مثلا توقعاتنا اللي هيكسبوا الدوري الاسباني. طبعا ده احنا ثانيه. طبعا اللي على اليمين ده اللي انا اقول لكم عليه ده احنا مالناش دعوه بدول. تمام، وساسولا دول مالناش دعوه، هو مالناش دعوه بالفرق دي. هو بيتوقع مين كسبان في الدوري الاسباني، وهناخد جايزه غير معروفه، عشان كده الحدث هيستمر لمده 76 يوم لحد نهايه الليجا. فاهمين؟ فاحنا ناخد جايزه غير معروفه يعني مش مكتوب عنها، فدي تقريبا يعني احتمال تكون حاجه حلوه. فانت دلوقتي ما قدامكش غير ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد، الدوري مش هيخرج برضه. وصراحة يعني انا ما حدش اختار اتلتيكو مدريد، دي اصلا كل ما بتعدي ريال مدريد في المراكز دايما بتهبط وراها على طول يعني، ما ينفعش تقعد اكتر من جو. اه، وانا نفسي مايل لبرشلونه اكتر، فاحتمال اختارها، بس محدش يختار اي حاجه في اول يوم في الحدث. فاهمين؟ نشرح لكم برده كده وكل حاجه، ونقول لكم تعملوا ايه وامتى هتقفل البتاع دي ان هنختار. خلينا نختار على اخر وقت هتقفل فيه، عشان يعني ما نخاطرش قوي برده، نشوف الماتشات اللي جايه. فاهمين؟ فنشرح لكم كل ده ان شاء الله. فعندنا برضو هنا اخر قسم، وهو قسم بتاع الايقونات والكلام ده وكده. عندنا هنا فرناندو هيرو يلعب ماتش تاخد 150 نقطه، في ماتش كمان برضه تلعبه يديك 150 نقطه فاهمين؟ وانا مش فاهم نسبه الماتشات دي، تقريبا نقاط بس انت تقدر تاخدش برضه المفاده وبتعملها. فاهمين؟ عندنا كذا ايكون، عندنا برضه تشافي الونسو، كارلوس بيول. ماشي. وعندنا بقى اللاعب ب 1000 نقطه، يعني اظن احنا هناخد نقاط بالهبل، ممكن يساوي ب 1000، كل لاعب ب 1000 نقطه. فاحنا ناخد لاعب محترم ابن الناس ان شاء الله، يعني ان شاء الله قولوا ان شاء الله يبقى. انا اللعيبه دي احتمال والله اعلم تكون بتتطور، اصل ما اظنش هيدونا 102 كده وخلاص. الحدث حرفيا فقير من ناحيه كل حاجه، ما فيهوش اي حاجه عدله بربع جنيه. تمام. فاظن كده ما بقالناش بقى الا حاجتين بس هيتشرحوا. اول حاجه منهم اف سي موبايل اكسترا تايم لا ليجا بيك. تمام، ده هيكون اكسترا تايم، هيكون في باكه من 199 ل 103، وباكه من 104 ل 107. والله اعلم، انا حاسس كده باكه من 99 ل 103، واحتمال يتلعب من 104 ل 107. اصل دي بتتباع ودي مش بتتباع، اشك. يعني حرفيا انا مش فاهم الاكسترا تايم بيبوظوه خالص، اخر فتره ما جابش اي حاجه عدله فيه، بيزودوا القدر بس ما تسالنيش، المفروض يزودوا في الاوفر مش في النوت او العمل الاثنين. لسه مفيش فايده فيهم. فده هنستناه نشوفه برده في اول يوم في الحدث، استنوا الشرح وكده. فعندنا هنا التشكيله اللي حاطينها مش مهتمين الصراحه، بس في بقى لعيبه جديده اللي ما كانتش ظاهره عندنا. عندنا اول واحد فيهم كوندي، رايت باك عالمي بقى، اللي مجرب له النسخه ال 103 بتاعت الاشباح تقريبا، ولا مش فاكر بتاعت اي حدث تقريبا الاشباح. دي كانت عالميه جدا في الرايت باك، كوندي في الرايت باك عالمي جدا وسريع وكويس. ف فكنا من اللي بنشوف الحقيقه منه، بس هو في اللعبه كويس فهنجيبه. وعندنا ويليامز، لا ده قديم شفناه. عندنا بدري بقى في السنتر ميد كويس. الفاريز في الاسترايكر جامد.
عندنا ابراهيم دياز في الكام، ده عالمي جدا، رجليه 5-5 وفاجر حرفيا يعني. لو مركز من المراكز الهجوميه كان هيكون احسن بكتير يعني، بس ذاتس اوكي. عندنا اسكو، نيك ويليامز، اخو نيك ويليامز. باقي اللعيبه الصراحه مش مهتمين بيها ولا حد هممنا هنقوله. عندك 104 برضه رايت وينج، وعندنا لوكاس فاسكيز برضه مكسره حتى يحط له صوره. ماشي ماشي. عموما دي اللعيبه اللي عندنا، بس اللعيبه برضه عندنا بقى هنا شرح او هنقول لكم اللعيبه اللي في حدث النيو. او عندنا في الاول ديناتالي، ده لاعب ب 800 نقطة يعني 107، نفس المركز ونفس اوفر مارادونا. فانت يعني بنص نقاط مارادونا، ما يستاهلش انك ما تستاهل يعني، مارادونا ما يستاهلش انك تجيبه قوي يعني. فاهم؟ نقاط كتير قوي، بس هو نقاطه كتير لانه اول بايظ، فهوش اسمه مارادونا برضه. فاهمين؟ ده تاني نقاطه عالمية جدا وجامد جدا. رجليه 5-4 برضه، بيشوط بيمينه، انه مارادونا بيشوط بشماله. يعني الموضوع مفيش اسهل منه. انا مش عارف اول مره اصلا الدراسات ينزل كام يعني، هو مش المفروض انه سترايكر يعني، بس ماشي. عندها بيتر تشيك برضو، ده حارس جامد. بعض نسخه تكون حلوه، بعض نسخه تكون وحشه، بس اظن دي هتبقى حلوه. عندنا بقى الاثنين العالميين، كفارة سخيليا وكايل ووكر. يا سلام. نبدا بكفارة سخيليا اقول لي ولا ايه؟ لاعب سريع وخفيف ورشيق، ورجليه 5-5، كتب بدنيه تعتبر كويسه. فاهمين؟ لاعب من الاخر سترايكر عالمي، وتقدر تلعبه ليفت وينج ورايت وينج، تقريبا مركزه مش رايت وينج، بس تقدر تلعبه عادي، يبقى فايده هي قدام. تمام. عداه بقى ووكر، مش هيعدي حد يعني، عامل زي سيو هرنانديز في الليفت باك يعني، لو راجل عدي من الاخر يعني. لاعب متكامل دفاعيا من ناحيه كل حاجه، بدني والسرعه ما اقولكمش. عندنا بقى حجي، ده لو انت جبته جنب ويليامز يبقى، وتلعب بخطه رايت ميد وليفت ميد، فدول افضل اتنين يعني في المركزين دول، عالميين جدا. فاهمين؟ فعندنا جودزيلا مش مهتمين بيه الصراحه، لو بتلعب سي دي ام شوف طاقته حلوه ولا لا. عندنا كلوزا ما حدش مهتم بيك. اماد ديالو العالمي الخارق جدا، طاقته عالميه جدا، ده انا بنصحكم بيه نصح كبير برضو زي كفارا ووكر ودينا تل يعني، وتشيك برضو في لعبه حلوه في الاسبوع ده. فانا رايي ديالو ده يعني رايت وينج، رجليه 5-4 يعني، وبيشوط بشماله، واربعه مهاره، وسرعه صاروخ 127 تقريبا سرعه، ولا 123، انا لخبطت بينه وبين حدين، لا تقريبا هو 127 سرعه. فلاعب عالمي جدا، انا بنصحكم تجيبوه في تشكيلتكم لو انتوا ما جبتوش اوليسيه، ده انتوا لو عندكم يعني، ده يجيب في التشكيله عافيه ده. بس مشكلته الوحيده 4 ستامنا يعني، بيتعب بسرعه بس شويه، بس عادي. اكيد مش هقول الا انه قصير. فيالي ما نزلش من القرن ال 99، بس ذاتس اوكي، ماشي ماشي. عندنا مين تاني؟ عندنا بابلو فيوتشر اهو، ده ما تجيبوش، سيء. بص لو هتلعبوا الرايت وينج هيبقى كويس، لو انت مثلا عايزه اداء، عندك رايت وينج اوفران، بس هو ده سيء. ماشي. جارينشا مثلا ده وحش مع كل الناس، ومجربه على فكره انا كمان برضه. ده مثلا تجيبه مثلا عايز تلعب بس كده يعني اداء، فاهم؟ انما الواد الرايت باك بقى ده انا ما اعرفش اي حاجه عنه ولا طاقته ولا اي حاجه، فما اقدرش اديك عواد نافع معاه. فبس هو ده كان الحدث، اللعيبه وده كل حاجه. فمتنساش تصلي على النبي، وواحد الله في سرك. لايكك، اشتراكك، فعل الجرس يوصلك كل جديد، واكتب لكم بنت حلو كده يشجعنا. وعشان ننزل لكم برضو الفيديوهات الجايه في اسرع وقت وكده، وعندنا لسه تحديات جامده هتنزل لكم يوم الجمعه والسبت يعني، فخامه 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 من الاخر. فاستنونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.